جرثومة المعدة ايه خطورتها واعراضها وليه بتفضل راجعة كل شوية؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. كتير من الناس بيحسوا بألم في المعدة، حرقان، انتفاخ، وبياخدوا أدوية تهدى يومين ويرجع الألم تاني. في فيديو النهاردة هتكلم عن واحد من أشهر الأسباب، جرثومة المعدة ايه خطورتها واعراضها وليه بتفضل راجعة كل شوية. ده اللي هنعرفه دلوقتي. جرثومة المعدة او الاتش بايلوري هي بكتيريا بتعيش في جدار المعدة. المشكلة انها مش بس بتعمل حموضة، لا، تأثيرها أكبر من كده بكتير. أول حاجة بتسبب التهابات مزمنة في جدار المعدة، وده بيخلي المريض بيحس بحرقان، ألم بعد الأكل، وانتفاخ مستمر. تاني حاجة بتقلل امتصاص الأكل، خصوصا الحاجات اللي زي الحديد، فيتامين B12، ده ممكن يؤدي لأنيميا وإرهاق طول اليوم. كمان ممكن تعمل قرح بالمعدة والاثنى عشر لو اتأخرت في العلاج. اللي أخطر إنها أحيانا ما بتبانش في التحاليل السطحية ولا بتروح بمضادات عادية، بتحتاج بروتوكول علاج مظبوط مدته بتكون من 10 ل 14 يوم على حسب الحالة. وأهم نقطة، لو ما اتعالجت الصح هترجع تاني وتالت. لو عندك انتفاخ مستمر، ألم أعلى البطن، حموضة، أو فقدان وزن بدون سبب، ما تستناش، خص حالتك بدقة ونبدأ بروتوكول علاج يخلصك من جرثومة المعدة نهائيا إن شاء الله.